انا عندي كلمه يعني انا احب اقولها، يعني احنا في الاعلام يعني دائما يمكن نسال يعني في قضيه الاعلام. احنا الاعلام ترى اعتقد اي واحد بامكانه انه يكون اعلامي من خلال الممارسه، وسهل جدا من خلال الممارسه اي واحد من الشارع تجيبه ممكن يصير اعلامي، ترى ما فيها مشكله يتعلم من خلال الممارسه. لكن انا اقول من ناحيه الاخلاقيات هذه مستحيل الانسان يتعلمها اذا ما يطلع الانسان متربي من بيته ونابعه من داخله وبقناعاته. انا اعتقد عمره ما راح يتعلمها، فاعتقد الاخلاقيات هي مزروعه في الانسان نفسه. احنا كاعلاميين امامنا يعني هذه يعني قاعد نطلع امام الشاشات وغيره، امامنا مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى وامام المشاهدين في ان نكون محترمين ونحترم انفسنا حقيقه. فمن السهل اطلع انا احمد الفضلي اسب فلان واسب علان واقول والله ندوس فلان ونسوي لفلان وفلان انت ونصقر من الناس ونقلل من حجم الناس. هذا امر سهل وبسيط، لكن هذا يدل على عدم اخلاق وعلى عدم وجود اخلاقيات، وهذا ما يدوم. ممكن الناس راح يعني تتداول هذا المقطع اللي فيه الغلط على الناس، لكن الناس في قرارتها راح تقرك كاعلامي انك قاعد اليوم تجرح في الناس امام الكاميرا، تغلط على هذا وتجرح بهذا بدون ابسط اخلاق والادب والمهنيه وغيره. وانا هذه نصيحتي يمكن لبعض الزملاء في بعض البرامج الاخرى، عيب اللي قاعد يصير، وهذه مو اول مره للاسف يعني قاعده تصير سب العالم وغلط العالم وان فلان ندوسك ونوريك. هذه ما هي شجاعه ولا هي رجوله. انا اعتقد هذه اليوم مقياسها عند الناس للاسف يعني مقياسها يجعلك في الحضيض وبالعكس ما يكبرك. انا انصح اخواني الاعلاميين واقول لهم يعني شلون انت تروح لبيتك واسرتك ما تحترمك ولا عيالك ما يحترمونك انك تغلط على الناس والناس راح ترد عليك بالمثل بنفس الغلط ويمكن اسوأ. فهذه نصيحه لكل زملائنا الاعلاميين وان شاء الله كلهم مقدرين. عيب اللي قاعد يصير ان في برامج قاعده يعني على فقط على الاستهزاء في الناس والغلط على الناس، وهذا الامر ما ينبغي. واعتقد الاعلام ما في خير اذا استمروا هالاشكال في الاعلام وفي تقديم هذا الطرح الاعلامي. انا ما قاعد اذكر اسم، هذا الكلام للجميع، واللي يعتقد نفسه يمسه هذا الكلام هذه مشكلته، واللي على راسه بطحه يحسس عليها. هذا جانب. انا عندما اتكلم انا قاعد هذا الشخص على يميني اخوي مؤيد الحداد، انا كاحمد الفضلي واعتقد كل الاخوان لنا الشرف بوجود مثل هذه الشخصيه اللي اعطت الكويت الكثير والكثير والكثير. وانا اعتقد مؤيد الحداد اكبر من اي كلام اي واحد يتكلم على مؤيد الحداد بطريقه غير لائقه وغير محترمه. فمؤيد اكبر منك، ومؤيد قدم للكويت، مؤيد ما استهزأ بعيال الكويت، مؤيد ما جرح، مؤيد كان صوره ورمزيه نفتخر فيها في الكويت. فانا اتمنى ان هذه الرساله تصل، واحنا ما ذكرنا اسم ولا نبي نذكر اسماء، لكن نقول عيب. يعني انا مرات يعني كزملائي اوضع في موضع حرج احيانا، يعني يتم الاساءه لبعض الزملاء ويحاولون يرد لا يا جماعه لا تردون، لا ما له داعي هذا الكلام. بس ليه متى احنا التعايش على قله الادب وعلى الحديث عن الناس بطريقه غير لائقه؟ هذا ما يدوم. الاعلامي المحترم يدوم باخلاقياته واحترامه للناس. فاتمنى هذه الرساله تصل لمن يعنيه هذا الكلام، وبشكل عام انا موجهه لزملائي الاعلاميين. الاخلاق ترى ما هي سهل ان نتعلمها. اعتقد الاعلام سهل اي واحد يكون اعلامي، لكن من الصعب الانسان تكون الاخلاق مزروعه فيه.